السلام عليكم أعزائي المشاهدين، كي دايرين؟ بخير، ناشطين؟ نتمنى تكونوا دائما في أحسن الأحوال. اليوم فيديو جديد وجبت لكم واحد العطاخ رائعة بالمناسبة ديال عيد ميلاد ولدي. بغيت نشارك معكم الفرحة ديالي، وكنعتذر من الناس اللي ما عيطتش ليهم في عيد ميلاد كما ديما، ولكن راه لظروف صحية داكشي علاش يعني وجدت هكا، وجا داكشي على غفلة. نعوضها لكم مرة أخرى إن شاء الله. وهنا غنخليكم مع المقتطفات ديال الفيديو وديال الجنواز اللي صايبت ولا طاحت، يعني خديت لكم هي اللي صورت لكم وكتبقى الحلوة حسب اللي خرجتو في الفيديو اللي فات. تبقى واحد الحلوة ديال الشوكولات ديال الخامة، هذوك ندوزها لكم في فيديو آخر إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. اول حاجه بديت بها هما هاد الاصابع ديال البسكوي اللي كندير بهم التيراميسو، زينتهم بهاد الطريقه ان غطستهم في باماي. هنا نبداو الجينواز ديالنا. انا حاولت خديت لكم غير مقتطفات. هنا غادي انا غنحتاج جينواز كبيره، يعني طاوه كبيره. الا كنتو غادي ديروا الطاوه ديال 30 على 40، يعني غديروا غير نصف ديال المقادير. هنا كما تشوفوا انا استعملت 8 ديال البيضات. ممكن لك ديروا غير نصف ديال المقادير كما كنقول لكم. انا ما بغيتهاش تجيكم عاليه كما انا غادي نصايب الكيك ديالو كما شفتوا. هنا انا استعملت 8 ديال البيضات و 240 غرام سنيده و 240 غرام ديال الدقيق، يعني قد دقيق قد سنيده. واستعملت ايضا نسمه ديال الفاني كغبره. واستعملت واحد الخمارة أيضًا، خمارة وحدة كافية في هاد الجنواز. إلا كنتو غادي ديروا الطاوة ديال 30 إلى 40، يعني 4 البيضات، 120 غرام سنيدة، 120 غرام ديال الدقيق، ونص خمارة. وغادي نضيفوا ليها ميكسور. أنا هنا درت 16 غرام ديال الميكسور، كيتباع عند مالين الحلويات. هادشي اللي كاين. غادي نطحن كلشي في مرة وحدة، ومن بعد غادي نقسم الخليط اللي الى قسمين. النص غنخليه هكاك بيض، والنص يعني انا بغيتو بالمذاق ديال الشوكولات. انا الجينواز ديالي يعني بغيتها النص فاني والنص شوكولات. غادي نطحن كلشي حتى يتخلط ليا العناصر كامله، ومن بعد غادي نقسمو، وغادي نحصل على الجينواز ديالي سهله، يعني واجده بسرعه. هنا كنحاول نقاد الدوغري ديالها. شديت كما شفتوا، راني كملت حيد النص، والنص ضفت ليه يعني الكاكاو. ممكن تنقصوا شويه ديال الطحين، حيت هنا انا ضفت الكاكاو، فهمتوني؟ يعني الكميه اللي غنديروا ديال الكاكاو تنقصوها من الطحين، ديك المعلقه ولا حيدوها من ديك المقادير اللي درت لكم. هنا كما كتشوفوا اللون ديال الجينواز ديالي ساهل. هنا راني كنت سرحت الاولى ديال الفاني، ومن بعد فاش تخلط ليا داكشي ضفت الجينواز ديالي الثانيه ديال الشوكولات. كما كتشوفوا معايا كنحاول نساوي السطح ديالها هكا بهاد الطريقه. ومن بعد الى فرن غازي، انا طيبتها في الفران ديال الغاز، سخنته مزيان من الفوق ومن التحت. من بعد طفيت عليه، يعني نقصت ليه العافيه مهيله. خليته يا ربي يشعل من فوق ومن تحت، ولكن العافيه مهيله جدا باش طابت ليا يعني بسرعه. صراحه ديك 10 دقائق هكا كتكون واجده. وقسمتها بديك المول كما شفتوا. هنا غندوزو للمقادير ديال الكريمه اللي حضرت هنايا. هنا استعملت 500 غرام، ولكن البنات راه كنت باغا ندير نص عاوتاني كريمه بالشوكولات والنص بالفاني، ولكن غيرت اتجاه كما كيقولوا. رجعت في الاخير خلطت هذيك 500 و200 غرام، خلطتها كامله. يلاه كفاتني في هاد الكيك اللي استعملت. وضفت معاها بيرلي، ضفت معاها واحد الفلون ديال الكراميل، وضفت واحد شويه ديال هذاك الشوكولات اللي شفتوه. هذا كيتباع جاهز عند مال الحلويات، هو اللي بحال الغناش
يعني هو اللي نخدمو به، هو اللي أصلًا نخدم به الطورطة في الآخر من الفوق، يعني واجد كديروه تا هو في بان ماري وكتذوبوه ومن بعد كتستعملوه. هنا كيما كتشوفوا معايا، أول حاجة كنبدا بها درت شوية ديال الكريمة لتحت، خديت داك القطع ديال الجينواز، أنا راكم يعني كلشي عارف كيفاش يقطعهم، راه كانوا باينين في التصاور. حصلت يعني على 6 ديال الطبقات ديال الجينواز، حاولت أنا هنا مشيت طبقة بطبقة كيما كتشوفوا، درت الكريمة ديالي ومن بعد هنا هذا هو ديك الكروسيون ديالي ديال اللوز. ممكن راه عندي فيديو ديالو خاص هاديك الساعة ننزلو ليكم، راه ديجا أنا منزلاه في واحد الفيديو ديال الكلاص، ولكن ما فيها بس دابا ننزلو ليكم بوحدو. اللي باغي الطريقة صراحة كيعطي واحد المذاق خطير جدًا في لا طارت، كيجي زوين ديك المذاق ديال اللوز مع هاديك يعني الكريمة بالنكهة ديال الكراميل، كتجي صراحة كيتواتاو مع بعضياتهم بواحد الطريقة رائعة جدًا. كيما كتشوفوا معايا البنات، باش ما نهدرش بزاف ونسى الشرح. كل طبقة كنديرها كنسقيها بالسيرو، السيرو فيه يعني قد الماء قد سنيدة، ضفت ليه واحد شوية ديال النسكافيه باش تعطينا ديك المذاق ديال القهوة، وكنسقيو به كيما شفتوا الجنواز ديالي. عاد كندير يعني الطبقة ديال الكريمة ديالتنا هنا، درت حبيبات ديال الشوكولات، يعني باش كل طبقة تجينا مختلفة يعني شنو فيها، وبقيت كنكمل بديك الطريقة حتى كملت الجينواز ديالي كاملة، ومن بعد بديت كندير الكريمة ديالي كما كتشوفوا، دخلتها بعدا للثلاجة شدات راسها مزيان، عاد خرجتها كملت عليها بهاد الطريقة باش نكونوا واضحين. هي من الأحسن لا خليتوها تبات، أنا كنت مزروبة بها لأن أنا الصراحة ما كنتش عوالة على هاد عيد ميلاد، ما عيطت لتا واحد ما والو، جا داكشي مزروب ديال ولدي وكنت ديجا أنا مريضة. هنا عين منين بقى فيا ولدي يبقى كيقول لي ماما واش ما نديرش عيد ميلاد ماما هذا، نضت بسرعة كملت يعني درت. راكم عارفين حنا الأمهات ما تنقدروش نخسروا الخاطر وليداتنا، قلت علاش ما نديرش ولو طورطة صغيرة ونفرح ولدي بها ونعيش مع هذيك الأجواء. وخا صراحة كان بقى فيه الحال كان باغي نحضروا معاه هكا يعني صحابو ولا العائلة ولا هذا، ولكن راكم عارفين جا داكشي على غفلة. مهم فرحناه احتفلنا بيه، هذا هو المهم. هذا هو الغناش اللي قلت لكم كيتباع جاهز، يعني الصراحة هذيك الباطة اللي وريتكم قبيلة اللي درت منها راه هذيك ب10 دراهم، صراحة دوزت ليا يعني صيبت ليا هكا لاطاغت ودرت منها أنا يعني في الكريمة وكل شيء. دوبتها في حمام مريم، من بعد حسيت بها شوية، هذا زدتها واحد شوية ديال الزيت ودرت ليها واحد نص وريقة ديال الجيلاتين باش نكون يعني صريحة كيفاش خدمتها. وها هي النتيجة ديالتها، صراحة جا مروار زوين، والتزيين كيبقى على حسب كل واحد شنو كيبغي. انا زينتها هكا بقطع ديال الشوكولات حيت انا ولدي كان باغي هادو كان شافهم وعجبوه. او البيضه ديالو كيقولي البيضه ديالي ديال الشوكولات استعملت هنا هاد البيضات صغيورين.
وهنا نتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم. حاولت ناخذ لكم مقتطفات من الحلوى من بعد ما قطعناها. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. ما تنساوش من اللايك والاشتراك ليصلكم كل جديد. وهنا كان صورت عمران كيفتح الكادوات اللي جبنا ليه حنا، انا وباباه وطاطو. ايوا عمران، عجباتك هادي؟ عجباتني بزاف ولا شويه؟ شنو اللي عجبك اكثر في هذا الشيء؟ المكانه ولا التريكوات ولا الجيتار؟ القطار والمقالة والحوايج. كل شيء. اه ايوا لا بس شي ولدي بعدا ما كيخسرش الخاطر حتى واحد فينا. حبيبة. وهنايا راه كان كيدابز مع المكانه باش يركبها. يلا كيجربها. هادي امتى مستعنا عليها حتى هي خدينا له. يعني راه شوف، ممكن تفرحوا الوليدات بحوايج بساطين، ماشي ضروري ما نعرفش نشري ليهم شي حاجه غاليه ولا شي حاجه ما نعرف شنو. هو بقى فيه حاجه وحده، يعني كان باغي يعيط هكا مولفين يجيو يعني العائله صحابو، يعني اللي مولفين كنعيطوا ليهم ما عيطناش ليهم لان جا داكشي على غفله وكنت عيانه صراحه ما قدرتش نوجد كيما مولفه. كنعتذروا ليهم اللي ما عيطناش ليهم. درناها غير بيناتنا، داكشي علاش. المهم نتمنى، المهم هو فرحناه بداكشي اللي انا قلتها ليه، قلت له هاداكشي اللي مولفه تندير نفرحوا بيه. مهم فرحناه درنا بيناتنا. هذا ما كان ديجا داكشي مزروب على غفله، داكشي علاش. والحمد لله عجبوه، يعني كادوات اللي شرينا ليه وفرحان. وهذا هو المهم. الله يحفظ وليداتنا كاملين. ما تنساوش لا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايك والاشتراك ليصلكم كل جديد. ومرحبا بالناس اللي انضموا معايا القناة، مرحبا بالناس الجداد كاملين. وشكرا جزيلا لكم على ديك التعليقات المحفزة اللي ديما كنلقى. ونخليكم مع فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة.